راهي جات بنت الكوزينة، جبت لكم وصفة هايلة بزاف، وصفة الخفاف ولا السفنج كما يقولوا في الشرق، خفيف 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 ريشة يا البنات. جربوه ساهل بزاف بزاف، يعني بناتكم يقدروا يديروه. واش حبيت نقول لكم؟ السلام عليكم غالياتي، واش راكم؟ واش حوالكم؟ ان شاء الله كامل راكم بخير وراكم بصحتكم وراكم لاباس. كما كتشوفوا اليوم حنديروا الخفاف. والله الخفاف على بالكم شحال عندي ما درتهمش، والله سنوات ما درتهمش. وبحكم كما قلت لكم القناه هذه خصصتها للعائله، وليت نطيب لهم كما كنت زمان، ونحاول نوفق بين الاكل تاع الرجيم في قناتي الاولى مطبخ ايمان ديزاد والاكل الصحي، وبين العائله تاعي مش من محبين يعني الأكل الصحي صراحة. اليوم بنتي هي اللي راح أدي لكم هذا السفنج. جبنا 2 كيسان ماء دافي، ودرت معاهم مغرف تاع سكر، ودرت معاهم نص مغرف تاع خميرة الخبز. راكم تشوفوا غير نص مغرف، وراكم شفتوا النتيجة بعينيكم. خلطت بنتي كل شيء بالفوي كما كنت تشوفوا، يعني حاجة سهلة. أنا هنا صراحة ما كنتش معاها أصلا، قلت لها صوري وحدك، وما شاء الله صورته وجا هايل. قلت لها يعطيك الصحة، مالا تولي تعاونيني وتريحيني شوية. غطات هذاك الريسيبيون بكيس وطرشون، يعني قلت لها فكرة مليحة درتيها وحدك بلا ما نقول لك. أيا من بعد هنا نجيبو هنا رايحين نخلطهم. هنا بعد ما خمر هاي توريلكم هنا، نروح نخلط كلش مع بعض ونبداو نضيفوا المكونات المتبقية. هنا نكسروا الخمور تاع ذاك الماء وتاع الخميرة والسكر. هنا راح نضيفوا الفرينة. دارت هنا الكاس الأول، بعدها الكاس الثاني، بعدها الكاس الثالث كما كنت تشوفوا، وبعدها راح نضيفوا الكاس الأخير ألا وهو الرابع. هاكو تشوفوا سهل سهل سهل، يعني ما عندي ما نقول لكم. نبدأ في المرحلة هذه. خلطتهم كيما هكذا، وهنا راح نضيفوا مغرف صغيرة تاع ملح. هاكو تشوفوا كيفاه. بعد هنا ما لمت العجينة كامل، لمتها مليح. هنايا غطتها وخلتها ترتاح، يعني شو نقول لكم جا خفيف ما شاء الله. هنا بعد ما اخمر للمره الثانيه، كنت ولاتو على ود درنا خمرت الخميره، ودوكا المره الثانيه راح نخليو العجينه تخمر. هنا راح نديرو 2 مغارف تاع زيت فوق العجينه كيما هكذا، راح تبدا تكسر هنا الخمور. يعني هنا مازال ما تعرفش مليح دير الاخر، بصح قلت لها لازم تتعلمي تلوحي يدك في العجين بشوي بشوي حتى تتعلمي. هكذا كما كنت تشوفوا تبدا تدخل في هذاك الزيت في هذيك العجينه غير بشويه، وتبدا حاولوا خبطوها بهذيك الطريقه، يعني خبطوها ودخلوا هذاك العجين هذاك الزيت في هذيك العجينه حتى تولي كيما هكذا بهذه الطريقه هكذا. بعدها ثاني نزيد ونخليوها تخمر للمرة الثالثة. راكم متولهين، نزيدو نخليوها تخمر، نزيدو ثاني نخبطوه كيما هكا. على بالك هذه الطريقة شو حنا الخميرة قدش درنا غير نص مغرف، بصح واش هي الحاجة اللي تخليه يجيك خفيف ويجيك مهوي ويجيك روعة؟ هي هذه الطريقة تاع الخمور. هنا ثاني راح نزيدو لها شوية تاع زيت ثاني من فوق، ونديروها كامل على الوجه، يعني نحاولوا نمسحوا كامل هذاك الوجه والريسيبيو تاعنا، ونزيدوا ثاني نخليوها تخمر للمره الاخيره. واش نقول لكم هذا يعني مرة ندير السفنج، بصح هذه الطريقه المعتمده تاع نكسر الخمور كل مره ونزيد نخليه يخمر جا خفيف روعه. وديجا الصوره راهي قدامكم وجا ما شاء الله كما كتشوفوا، يعني ما شاء الله روعه. غير جربوه وساهل، يعني ما تقوليش راه واعر ولا هو وشي برك عطيله وقت. خي تعرفي كي يكون السخانه في الكوزينه تاعك تمثم. انا هنا جيت، يعني ما كنتش معها اصلا، كنت برا. ما لا قلت لها هي ديري هذه الوصفه، قلت لها كيفاه دير، دارتها. وجيت انا قلت لها لازم نخبطوها مليح ندخلوا الهواء، وبديت هنا نشكل. كملت المرحله هذه هنا ما تقدرش عليها، قلت لها نديروها. هنا كما حبيتوا نديروا على الاول خبيزات اكثر من تاع المسمن ولا تاع المعارك كما يقولوا، ومن بعد نشكلوهم كيما هكذا خبيزات كيما تاع المسمن كيما هكا، ونحطوهم ما تجي كبيره بزاف ما تجي صغيره. حطيتهم هنا في بلاطو، خليتهم هكا شويه ما بين موجه الزيت. درت 2 مقلات، مقله صغيره فيها غير شويه تاع زيت. نروح نحط
السفنجة تاعنا في الزيت على نار تكون متوسطة، والجهة الأخرى كاين الزيت على نار تكون قاوية. هكذا هذه أول وحدة. الزيت ما تسخنليش مليح كيما راكم تشوفوا، وديروا لها الزيت يعني غطيوها كامل بالزيت. إذا قدرتي ديري الزيت يعني كمية كبيرة وتغطسيها ديريكتومون في الزيت راح يكون خير وخير. كيما راك تشوفي كيما هكذا هنا حتى تولي تتنفخ وتجي هايله. وشوفوا هنا الشكل تاعها بعد ما طابوا جاو تحفه وجاو حميمرين وجاو. ما نحكيلكمش على البنه تخيلوها هي البنات هذيك الريحه في الدار وهذيك واش نقول لكم ما شاء الله. هكذا حبيتي ديريهم خبزه كامله، حبيتي تثقبيهم في الوسط، انا نحب نثقبهم في الوسط يجيوني خير في الشكل يجيو روعه يا البنات. وشوفوا هذا هو النتيجة النهائية اللي تحصلنا عليها. يعني هذه ماشي هذه كامل، يعني دارت لي أكثر من هكا. حبيت برك نصوركم هذو الحبيبات جاو روعة يا البنات. وشوفوا بعينيكم كي نقسم لكم أروع ما يكون. شوفي يا البنات، شوفي بعينيك، شوفي خفيف في يديا، ما تخيليش شحال خفيف. شوفي كيف تقسمي كيفاه بسهولة. يعني ما عندي ما نقول لك، ولا ندير نصوركم فيه وزدت تشهيتو ثاني. المهم هذا هو الفيديو تاعي تاع نهار اليوم. ترى في رواحكم، ترى في صحتكم، والى اللقاء.